إذن مشاهدينا، شوط المباراة الأول ينتهي بالتعادل السلبي، وهذه أخطر الفرص للمنتخب المصري في الدقيقة 17. وطبعا انطباعات وتفاعل الجماهير المصرية مع هذه اللقطة للاعب محمود حسن تريزيجيه، وايضا فرصه اخرى لكهربا وتصويبه قويه ولا اروع، ولكن طبعا يعني الحارس تصدى لها بصعوبه، حارس مرمى منتخب بوركينا فاسو، لينتهي شوط المباراه الاول مشاهدينا بالتعادل السلبي. شوط اول سلبي من المنتخب المصري، اي نعم الاداء لم يكن مقنعا بشكل كبير، ولكن في النهايه النتيجه هي التعادل السلبي بين المنتخبين في هذا الشوط. طبعا نبدا مع الكابتن حسام حسن. كابتن حسام، فرص المنتخب المصري اولا وكيفيه بناء الهجمات، تقييمك لكيفيه بناء الهجمات في المنتخب المصري في شوط المباراه الاول. انا شايف ان في مصر فرصتين، يعني دي الخطوره اللي تشكلها مصر عن طريق تريزيجيه وعن طريق كهربا في الشوطه اللي اتشاطت وتردت من حارس المرمى لمحمد صلاح، اساء التصرف فيها طبعا خارج المرمى. ولكن انا بدايه الهجمه محتاج تطوير. المنتخب المصري بيبدا الهجمه بشكل الاربعه اللي موجودين ورا الطرفين، الزياده العدديه من الناحيه الهجوميه مش موجوده، من الحلول اللي موجوده بالنسبه لمحمدي واحمد فتحي محتاجه تطوير. ان احنا زي ما بيحصل على الجانب الاخر نمره 20 في منتخب بوركينا بيعمل زياده عدديه وبيستلم في ظهر محمد صلاح، ودي اللي انا بقول عليها. في لو بوركينا استغلت الفرصه او الظروف اللي هي موجوده عند محمد ورا خلف ظهر محمد صلاح، ان هو الرجوع مع المحمدي بالمساعده هتبقى قليله. حتى لو كان ابراهيم صلاح او طارق حامد بيحاول يعمل كفر على لمحمد صلاح من خلال مسانده المحمدي، برضه هتبقى في خلل، لان لو طلع طارق حامد من المنطقه اللي هو بيدافع مكان محمد صلاح هيبقى في نص الملعب، هيبقى واحد موجود ابراهيم بصلاح، حتى ممكن يبقى في خلل في نص الملعب. ولكن بدايه الهجمه محتاجه تطوير مننا من خلال ونستغل الاطراف، وخاصه المحمدي عنده الحلول وعنده السرعات وعنده المهاره، يعني كله في دور اكثر هجوميه للمحمدي في الجانب الايمن تحديدا. لو جبنا في اول دقيقتين في بدايه الهجمه للمنتخب مصر هنلاقي المواضيع. لكن انا شايف الفرصتين الموجوده في الجانب من الجانب الاخر بوركينا بيستغل التسديدات كتيره من خلال نمره 19 و7 ناكولما. فمتهيألي ان شاء الله ان احنا نكون نتعامل معاه اكتر من كده ونبني الهجمات وتكون بناء الهجمات بشكل اكتر. كابتن نبيل، يعني الاداء للمنتخب المصري وتحديدا احمد فتحي، انت طلبت تحديدا، يعني عاوز تشرح كيف كانت المسانده لاحمد فتحي في الجبهه اليسرى. انا اول مره مش موافقك، لانه اداء المنتخب المصري كان اكثر من مقنع في الشوط الاول. مقنع تمام، مش نقول لك ليش؟ لأن المباراة تلعب على مراحل، المباراة فيها 120 دقيقة، إذا كان المنتخب المصري باش يستنفذ كل قواه في الشوط الأول، لأنه عارف أنه أمامه منتخب محترم جدا، منتخب قوي، قاعد يلعب بثقة كبير، منطقة تفكيك الكرة متغير على المباريات الماضية بالنسبة للمنتخب المصري، يعني أول ما يخسر الكرة يرجع الكل اللاعبين الكل منطقة نصف الملعب، ودائما يكون إلا كهربا فقط أمامهم ويحاولوا يتبعوا في الكرة، ذكاء كبير في التعامل من جهة مع لايقاف برتران تراوري. تو نشوفها دائما زياده عدديه لبرتران تراوري، يا تريزيجي يا عبد الله السعيد يا ابراهيم صلاح يمشيوا مع احمد فتحي. هذه شو مباشره اول ما مشات الكره شو تريزيجي باش يسوي؟ مشى مباشره غطى وراء احمد فتحي مسانده. هذه في بدايه المباراه، يعني ظهرت تعليمات، مذاكر كويس هيكتور كوبر والاطار الفني بتاعه، يعني مركزين كثير، يعرفوا ان نقطه القوه الاولى بالنسبه لمنتخب بوركينا فاسو هو برتران تراوري. برتران تراوري مش موجود، لكن من ناحيه هذه مره اخرى لقطه اخرى تو نشاهدوها. كابتن انا عايز اضيف بس على كلام حضرتك، هو نفس السيناريو اللي بيحصل في الاربع ماتشات اللي فاتت، هو الرجوع تريزيجيه وهو التمركز بتاعنا هو لا، في بعض الحالات يرجع تريزيجيه، في بعض الحالات ما يرجعش، يمشي يا ابراهيم صلاح ما كانش موجود او عبد الله السعيد، اليوم الثلاثه كلهم يمشيوا. لكن من ناحيه اخرى المحمدي مسكين لوحده موجود في الجهه اليمين، يعني ما فيش مسانده من صلاح طبعا. لا انا قلت لك صلاح خليه للشق الهجومي، ما فيش مسانده من وسط الملعب، لانه طارق حامد لازم يمشي وعبد الله السعيد يولي كلاعب ارتكاز ثاني مع ابراهيم صلاح في خط وسط الميدان. دائما راح طارق حامد مرتين لكن كان متاخر، ما يلزمش يخلي ناكولما، لانه ناكولما ايضا متميز مثل برتران تراوري. لازم تكون هناك دائما زياده عدديه دفاعيه على الاطراف. اذا كان توقف الاطراف برتران تراوري وناكولما خلاص خلطيت عليه. لكن الى حد الان المنتخب المصري راهو ماشي في طريق صحيح في ايقافه. بعد ذلك ممكن ينقص حاجه شويه المنتخب المصري، هو الوصول
بسهوله للمناطق الخلفيه نتاع المنتخب البوركيني اللي باش تجي متاكد انا في الشوط الثاني. تمام. طيب كابتن وائل، التمركز الدفاعي للمنتخب المصري وتقييمك امام هذا الاداء. كابتن حسام تحدث عن نقطه مهمه وهي بناء الهجمات للمنتخب المصري محتاجه تعديل اكثر من هذا. كابتن نبيل الاداء متزن من وجهه نظره بشكل اكثر من رائع، لكن محتاج مسانده الى حد ما. احمد المحمدي بصفه عامه التمركز الدفاعي للمنتخب المصري في شوط المباراه الاول كيف كان؟ هو واضح من بدايه المباراه ان المنتخب البوركيني منتخب قوي جدا ومنتخب منظم، عارف بيعمل ايه، عنده عناصر مهمه جدا اللي هم الثلاثي اللي تحت المهاجم احمد اللي هو برتراند تراوري وناكولما وبانسي المهاجم الصريح، وبيجي له عبد الرزاق رقم 8. الثلاثي اللي تحت بانسي دول مميزين جدا. دور ابراهيم صلاح ودور طارق حامد مهم جدا في حفظ التوازن دايما، خاصه ان الخطوره كلها بتيجي دايما من الكور الطوليه من المدافعين او من نص الملعب لبانسيدا، وبيستلم براحته زي الكره اللي احنا قدامنا دي بالظبط. بص استلم وبيلف، بيبقى المسانده الدفاعيه اللي الكابتن نبيل طلبها مش موجوده هنا، مش موجوده هنا. هي دي الخطوره دايما، على العكس من انا امنع الكوره يا كابتن عن المهاجم رقم 15، لكن متاخر وائل. انا امنع الكوره ان هي توصل لرقم 15 المهاجم اللي هو بنسيدا، امنع الخطوره، امنع بدايه الهجمه. وده دور طارق حامد وابراهيم صلاح ان هم يعملوا المسانده دايما وحمايه حجازي وعلي جبر. في نقطه اضافيه وائل، انا شايف ان فرق كمان مع بوركينا بانسي محطه كويسه جدا مهمه من بدايه، رغم ان هو اول مره يبدا اعتقد انه في ماتش النهارده فرق كتير مريح. كان ناكولما يلعب راس حربه، ناكولما كان راس حربه، هو بيتميز بالاستلام اللي تحت الضغط يا كابتن، فانا امنع الكوره عنه لان هو بيستلم الكوره يريح الكوره للي جاي من تحتيه ويبدا هجمه وبتنتهي بتسديده. شفنا كم مره سددوا. المنتخب البوركيني قوي في الاحتفاظ بالكوره، بيعرف يستحفظ على الكوره كتيره جدا في الشوط الاولاني. هو خيار التنشيط الدفاعي الحالي من المنتخب المصري خيار. النقطه الوحيده السلبيه هي اللي تفضلت وقلتها حاليا وائل، هي ناكولما مع المحمدي. اذا كانت تكون هناك مسانده من طارق حامد او عبد الله السعيد ممكن تنقص كثير خطوره، لكن هي انا نقول اختيار من هيكتور كوبر. يعني اللقطه دي كان علي جبر لازم لو عدناها تاني احمد يعني مسانده مع مسانده لحجازي سواء من الديفندر او من علي. بالظبط، اختيار من الاطار الفني، معناها من تكتيك الكره انها تكون متاخره باش ينطلق وممكن باش يخلي اللاعبين فريش للشوط. بص علي جبر المفروض يقرب على حجازي لان ما يروحش، لان والمحمدي مهاجم في ظهره. عيدة هنا وائل محمدي هو هنا 2 على 1 دايما. بص محمدي يرجع، لازم المسانده مع محمدي، لازم في المكان ده بالذات من خلاص. اذا كابتن وائل، كابتن نبيل، كابتن حسام، مبروك مشاهدينا الاعزاء للمنتخب المصري التاهل الى الدور النهائي لهذه البطوله، وهذه ركله الجزاء لعمرو ورده والتالق في هذه اللعبه. واللاعب برتراند تراوري يضع الكره في ايدي الحارس المتميز الاسطوره عصام الحضري ليصعد عصام الحضري بالمنتخب المصري الى المباراه النهائيه. منتخب مصر لعب ركلات ترجيح في تاريخه في كاس الامم 6 مرات، خسر في اول مرتين وفازوا في آخر 4 مرات من هذه المرة، وهي فرحة الجمهور المصري والشعب المصري بهذا الانتصار الكبير بالعودة على منصة التتويج للبطولة، الوصول إلى المباراة النهائية. ينتظر الفائز من مباراة الغد بين المنتخب الكاميروني والمنتخب الغاني. عملاق الكرة الإفريقية عاد وبقوة بعد غياب 7 سنوات، استطاع أن يعود، واستطاع من خلال العودة في أول مرة بلاعبين لا يمتلكوا من الخبرات الكثير ومدرب لا يمتلك من الخبرات الإفريقية الكثير أن يصعد إلى المباراة النهائية. هيكتور كوبر وأبنائه استطاعوا أن يسعدوا ملايين الشعب المصري. مبروك للشعب المصري، مبروك للجمهور المصري هذا الانتصار الكبير، هذا التأهل إلى المباراة النهائية، وبأمر الله يتوج المنتخب المصري بالبطولة يوم الأحد القادم. أعود إلى محللينا. مبروك كابتن وائل، مبروك كابتن نبيل، ونشكرك طبعا على روحك الرائعة في هذا الاستوديو. كابتن حسام حسن مبروك. يعني مش ما أقدرش أقول هذه فرحة بالفعل مستحقة بعد ماراثون صعب في هذه المباراة. كابتن حسام الحمد لله مبروك طبعا لكل الجماهير المصرية والشعب المصري كله، مبروك للعيبة والجهاز، والحمد لله إن شاء الله في الفاينل إن شاء الله الناس تفرحنا. وانا شايف يعني ربنا بيكرمنا كمان عشان الجماهير في مصر نفسها تفرح بعد فتره طويله، وانا اعتقد الفرحه دي الشعب المصري يستاهلها، ومن هنا بقول لهم مبروك. وطبعا كل اخواننا في الوطن العربي كانوا مساندين بالفعل، خاصه ان احنا الدوله الوحيده او المنتخب الوحيد اللي هو بيمثل الوطن العربي في بطوله افريقيا. كابتن نبيل خلاص انت مصري معانا يعني بجد والله احساس بالفعل اثناء متابعه المباراه بشكل اكثر من رائع. كابتن الف مبروك الف مبروك لاخواننا المصريين. مباراه كانت مهمه
معناها تأهل مهم جدا ومستحق للمنتخب المصري، يعني رغم الغياب على ثلاث دورات متتاليه بالنسبه للمنتخب المصري، سواء يعني من 2010 المنتخب المصري لم يشارك في افريقيا، الا انه شوف الروح موجوده، العزيمه موجوده، الرجوليه الموجوده اللي لازم تكون، لانه المهارات الفنيه ممكن تغيب في بعض الاحيان، اللياقه البدنيه تغيب. شفنا حتى بعد التعب اللي كان موجود، الا انه اللاعبين كانوا صامدين لاخر وقت، شفنا وكانه جاء نفس جديد في نهايه المباراه في الوقت الاضافي الثاني عند بعض اللاعبين اللي ساندوا واللي قاوموا رغم التعب والارهاق، رغم اليوم ناقص، رغم السفر. هذا الكل دائما نقول، انا كنت نحكي انا ومحمد ابو تريكه قبل المباراه، قلت له معناها نحكي مع بعض التعب والكل يتناسى والكل يروح، لما تكون فيه روح وعزيمه كله يتناسى، وهذا اللي كان موجود وهذا اللي خلى المنتخب المصري يفوز، وان شاء الله نتمناه معناها يكمل في الدور النهائي. ومبروك مره اخرى للشعب المصري لانه يستاهل هذه الفرحه. مبروك كابتن نبيل. كابتن وائل ساعود اليك، لكن عمرو فهمي معه الجماهير. اول ناخذ فرحه الجماهير، نطير سريعا الى نادي الترسانه بمحافظه الجيزه، وعمرو فهمي انقل لنا الصوره بعد هذا الانتصار الكبير. عمرو. نعم أحمد، فرحة عارمة، هتافات مدوية تكاد تقطع الصوت، ولكن دعونا نحاول ننقل كلمة ولو كلمة واحدة من كل مشجع بعد هذا الفوز. ألف مبروك لمصر، هي دي مصر، مصر ملك الكرة في أفريقيا، مصر بتساعد أفريقيا، إحنا المصريين صناع المعجزات والحضري بطل. شكرا لنا. الحمد لله. لو قلت لك ايه، من اول البطوله ربنا بيحبنا، وشكرا لربنا وشكرا للعرب اللي ساندونا. يلا يا مصراويه. انا عايز اشكر كل لاعب عايز يفرح الشعب. اعلى من اي شيء. عوده اليك يا احمد. خلاص بالفعل عمرو، الفرحه لا توصف بالفعل في الشارع المصري. ونتحول من نادي الترسانه مشاهدينا بمحافظه الجيزه قبل ان نذهب الى البيت المصري في لندن. كابتن وائل كلمه بعد هذا طبعا، يعني انتصار كل مباراه لازم يكون موجود اللي عنده هو حاجز الاول. يعني مبروك طبعا يا احمد للفريق اولا وللشعب المصري كله. شفنا الفرحه عامله ازاي عند الناس، والناس محتاجه تفرح، وبقالنا كتير ما فرحناش الفرحه دي. فوز مهم جدا، فوز بطولي للعيبه بصراحه. كفاح، انا كنت خايف جدا قبل المباراه من الناحيه البدنيه، احنا ما ريحناش زي الفريق البوركيني. هم بدنيا تكوينهم البدني يا كابتن نبيل اقوى مننا وافضل مننا وسرعات، ومتعودين على الاجواء دي اكتر مننا، رطوبه عاليه جدا. ولكن لا معلش، بس برضه يا كابتن لا يعني معناها انا اكدت لك على اللياقه. طبعا اجهز كمان من لاعبينا، فروح قتاليه النهارده عوضت الفوارق اللي احنا اتكلمنا عليها دي كلها. مبروك طبعا للاعبين والجهاز الفني، مبروك للشعب المصري كله، ويا رب تكمل ان شاء الله بالفوز بالمباراه النهائيه. يا رب يا كابتن. نطير سريعا مشاهدينا للعاصمه الانجليزيه لندن، وتحديدا البيت المصري. ابراهيم خضراء انقل لنا الصوره من هناك طبعا، حيث بالانتصار العظيم وفرحه الجماهير المصريه هناك في لندن. فرحة كبيرة أحمد، وكأن الجميع هنا كان في الميدان ويساند الفريق، كل لاعب باسمه. يعني ليلة ختمت بفرحة كبيرة وبادية على وجوه المصريين والعرب. هنا رأيك بالنتيجة والأداء؟ نتيجة مشرفة، وألف مبروك لمصر وألف مبروك للمنتخب المصري. واحنا هنا صراحة يعني فرحنا كتير والله يعني، والشعب المصري محتاج الفرحة، والشعب العربي كله كان مساند مصر يعني صراحة. فألف مبروك لمصر، ألف مبروك. هل شعرت بالخوف اليوم من نتيجة؟ لا خالص خالص خالص. فرقة كبيرة، جمهور جامد، الحضري السد العالي، احنا ما بنخافش. بوركينا فاسو فرقة جامدة بس احنا اجمد منهم. إذا مصر مبروك لمصر، ألف مبروك لمصر وشعب مصر كله. ألف مبروك جميعا. إذا الحضري كان هو الاسم الأبرز في النهاية. والكلمة الأخيرة أحمد للسد العالي، عصام الحضري في نهاية هذه الأمسية. بالفعل ابراهيم يستحق عصام الحضري هذه طبعا التحيه من الجماهير. السد العالي بالفعل لاعب تخطى ال 44 عام ويؤدي بهذا الشكل الكبير ويقود المنتخب المصري الى المباراه النهائيه. مشاهدينا، كانت هذه طبعا عناوين الفرحه المصريه. سنتحدث عن النقاط الفنيه لهذه المباراه الصعبه والعصيبه، ولكن بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء بعد انتصار مهم وانتصار كبير وتاهل الى المباراه النهائيه للمنتخب المصري بعد مباراه ماراثونيه مع منتخب بوركينا فاسو. استطاع عصام الحضري ان يقود المنتخب المصري بعد ان تصدى لضربتي الجزاء.
تم اختياره كابتن حسام كافضل لاعب في المباراه، يستحق. ده طبيعي يعني. انا بالاداء مش ضربات الجزاء على فكره، انا كاتب عندي بس ما كانش في وقت نتكلم بين الشوطين. انا كاتب ان من ابرز اللاعبين في مصر كان الحضري في الشوط الثاني بالتحديد وفتحي. فالحضري كمل اداؤه النهارده، كان فيه كور كتير فعلا اختبر النهارده في الشوط الثاني، بجانب بقى ضربات الجزاء المهمه جدا، فهو يستحق ان ندرج المباراه. لكن انا بتكلم على الاداء اثناء المباراه، كان اداؤه كان عالي جدا وهو يستحق، وان شاء الله يكون في الفاينل كمان يكون متواجد بسرعه قويه زي ما كان موجود النهارده ان شاء الله. تمام كابتن نبيل، يعني الحضري طبعا بالمساعده بالجانب التكتيكي الدفاع المنظم تقريبا هو افضل الحراس في البطوله من خلال التصديات، من خلال الحفاظ على شباكه نظيفه. طبعا يعني هذه الارقام كلها تحسب لي في تاريخه بالكامل، لكن هذه البطوله تحديدا لها طعم خاص لاسف. طبعا ضربات الجزاء يعني كان عندي شبه تاكيد شويه نوعا ما ولو مش 100% انه المنتخب المصري حيفوز، خاصه بعد ما اهدر عبد الله السعيد كنا متواجدين قلت انه المنتخب المصري حيفوز، لانه دايما في ضربات جزاء اللي يهدر الاول هو يفوز في الاخير. توقعت انت هذا وكان عندي ايضا احساس انه الحضري ممكن اقل شيء معناها يتصدى لضربه جزاء اقل شيء، خاصه لما جاء حارس المرمى كوفي، وتعرف حراس المرمى شويه دايما فيه فلسفه يحبوا يتفلسفوا ومجانين شويه ويفهموا بعض. هم لغه واحده. هو لا، والحضري اول مره حسام ما يتحركش قبل الكره، يعني قعد يترقب فيه لاخر وقت. في الثلاث ضربات الاولى راح من الاول قبل ما يوصل اللاعب للكره، هو راح اول مره ترقب لانه يعرف انه حارس مرمى مثله ليه تفكير هو نفسه، قعد يترقب فيه لاخر وقت. لانه كوفي ايضا قعد يترقب لانه شاف في الثلاث ضربات الاولى انه عصام يتحرك من الاول، يعني يسبق اللي باش يشوط ضربه الجزاء، قعد يترقب فيه واعطاها له. نفس الشيء بالنسبه ولو التسديده نتاع برتران تراوري كانت صعبه جدا، لان كانت في الوسط صعبه جدا، يعني تسديده ممتاز، تصدي ممتاز جدا، فيها قوه وفيها ذكاء من حارس المرمى، لانه راح ورجله ويده قعدوا وراه باش اخرج الكره. طبعا ما يقدرش يسويها الحضري، انا واحد ما يقدر في السن هذا. والشيء اللي عمله احنا حكينا على هذا في معناها في استوديو ماضي، كلام يعجز معناها الكلام باش يعطي حق الرجل هذا، والشيء اللي سواه حق هذا لانه صعب. ممكن حسام اكثر منا يعرف لانه سنه تقدم، لعب في سن متقدم. انا خلصت عمري 35 سنه وائل 39 نفس الشيء. ما انا عندي خبره عندهم خبره الاثنين في الشيء هذا. صعب كل ما تقدم محتاجه جهد كبير ومحافظه على نفسه ومحتاجه شغل كابتن. مش هذا يعني كيفاش تقدر يعني تمسك نفسك على الارهاق والتمارين المباريات مش مشكله، يعني تقدر تشجع نفسك وتروح للتمرين كل يوم وتتمرن كل يوم ويمنع نفس الانضباط وتمنع نفسك من حاجات كثيره. هذا اللي خلاكم معناها توصلوا لسن متقدمه وتبقوا متفوقين، لانه ممكن تبقى لسن تمام. لكن تتفوق وتفوز بكاس افريقيه مش سهل. كابتن وائل، انت دائما تتحدث عن هيكتور كوبر، هو نجم المنتخب الاول. اليوم الغيابات كبيره ومؤثره للغايه، وكان الله في عون المدرب من خلال قراءته للمباراه. الله يخليك، ماذا بينا نحكيوا على الاطار الفني ككل، مش اكتور فقط، لانه مش وحده يشتغل مع اطار فني كامل بالفعل. الجهاز المساعد معه اليوم معناها الكابتن احمد ناجي محمود فايز انه حضر الحارس نتاعو كما يلزم. تمام. قبل ضربات الجزاء وفي ضربات جزاء. تفضل قصيت عليك. كابتن نبيل الاطار الفني كاطار. كابتن نبيل الاطار الفني. ليس بقى احمد في النقطه دي اختلف مع كابتن نبيل. كابتن نبيل مدرب وعارف ان المدرب دايما زي ما بيقولوا كده شنطته ورا الباب. فريق بيكسب الفريق كله بيفوز، فريق بيخسر بياخد شنطته ويمشي. فكوبر احنا من اول البطوله بنتكلم عليه وبنتكلم على اللي بيعمله مع الفريق، والتواجد في النقطه دي انا شايف نجاح كبير جدا وانجاز كبير جدا. يا رب تكمل ان شاء الله بالفوز بالبطوله، ولكن يستحق ان احنا نشكر فيه جدا يا احمد، ونشيد باللي بيعمله. المجموعه اللي موجوده مع احترام لكل الامكانيات عند اللعيبه، لو لعبنا بطريقه غير اللي هو بيلعب بيها مش كناش هنوصل للنقطه دي بالضبط. لاعبتنا روح قتاليه عاليه جدا، ده شحن وتحفيز من المدرب ومن الجهاز فعلا، ولكن الراجل اشتغل صح. النقطه اللي احنا ممكن ناخدها عليه عشان الظروف اللي الفريق فيها نقطه رمضان صبحي، ونتمنى ان رمضان يبقى ليه دور بعد كده اكبر من كده. رمضان لاعب مهم جدا في ظل الظروف والنقص العددي اللي موجود عند الفريق. رمضان محتاج فرصه اكتر، واعتقد ان هو مشاركه رمضان النهارده وتاثيره في النتيجه وتغييره في الاداء هيديله فرصه اكتر المباراه اللي جايه.
فيعني هي دي الوحيده النقطه السلبيه من وجهه نظرك على هيكتور كوبر، يعني ان يعطي يعني كما كابتن حسام اتحدث، هو درس كابتن نبيل اتحدث تربوي لرمضان، يعني هو بيأدب رمضان زي ما بنقول. رمضان لاعب صغير، ولكن اعتقد ان احنا في اللحظه دي محتاجين رمضان. بالنسبه للحضري، الحضري احنا خلصنا فيه كل الكلام. الحضري هو سبب في وصول مصر للمباراه النهائيه النهارده بتصدياته النهارده في المباراه، تصدياته في ضربات الجزاء. يعني مهما نتكلم عنه مش وفي حقه طبعا، فاحنا مش عايزينه يتكلم، احنا عايزينه في المباراه النهائيه يؤدي نفس الاداء ان شاء الله. طبعا يعني هذه طبعا كلمه عن عصام الحضري من محللينا في الاستوديو، وايضا عن هيكتور كوبر. وكما قال كابتن نبيل، الاطار الفني بالكامل، مبروك لهم على هذا الاداء، على ان صنعوا منتخب جديد للكره المصريه بعد غياب 7 سنوات. معظم اللاعبين لا يمتلكوا من الخبره الافريقيه اي شيء، هذه هي اول بطوله لهؤلاء اللاعبين او معظم هؤلاء اللاعبين، وفي النهايه استطاع ان يصل وسط ملاعب سيئه للغايه، وسط ظروف طقس صعبه للغايه، ان يصل الى المباراه النهائيه في اول مشاركه بهؤلاء اللاعبين. فهذا انجاز يحسب للاطار الفني بقياده الارجنتيني هيكتور كوبر. نستمع ماذا قال باولو دوارتي مدرب منتخب بوركينا بعد المباراه. أولا يجب أن أهنئ منتخب مصر الذي فاز واستحق الفوز. أنا أريد أن أهنئ لاعبي كذلك الذين قدموا بطولة كبيرة جدا بمستوى كروي عالي للغاية. وبالنسبة لضربات الجزاء دائما غير عادلة للمنتخب الخاسر، وهي جيدة لمن يسجل فقط. ولكن بصفة عامة بالنسبة لمباراة اليوم أظن بأن المنتخب الذي حاول أكثر أن يفوز هو بوركينا فاسو، وإذا ما كان هناك منتخب كان أقرب للفوز فإنه بوركينا فاسو. أنا لا أحب أن أتحدث عن التحكيم، وحتى اليوم لم أتحدث عن التحكيم ولا أريد أن أتحدث عنهم اليوم لأنني خسرت، ولكن أظن بأنه بالتأكيد هناك من يريدنا أن لا نفوز. يجب أن نقول ذلك بصراحة. شخص يرتكب خطأ قريب من المنطقة أو حتى داخل المنطقة باليد، والحكم لا يعطي حتى بطاقة مع المخالفة، فهذا غريب جدا. بطاقة صفراء للاعب، والبطاقة الثانية لا تأتي. ضربة جزاء واضحة في الشوط الأول لم تأتي، الكل رأى أنها ضربة جزاء. هناك من لا يريدنا أن نفوز، هذه هي الحقيقة. ولعبنا كثيرا وجيدا، هذه مباراة تكتيكية كثيرا، ربما أفضل هجوم أمام أفضل دفاع. مصر فازت، أهنئهم وأنا سعيد لهم اليوم ببلوغهم وعودتهم في الكرة الأفريقية بهذه القوة. لكن الحقيقة هي أن التحكيم لم يساعدنا بالمرة ولم يمكننا من أن نفوز. أمر غريب أن يتحدث باولو دوارتي عن التحكيم في هذه المباراة رغم أن التحكيم كان نفس التساوي. نطير سريعا مشاهدينا إلى ليبروفيل، ينضم إلينا من خارج ملعب الصداقة زميل محمد قاضي. محمد، أطلعنا على الأجواء خارج ملعب المباراة بعد انتصار المنتخب المصري وخسارة منتخب بوركينا. سنعود إليك محمد بعد طبعا أن يعود الخط. كابتن حسام، القادم المباراة النهائية، الوقت ليس كافي، إجهاد غير طبيعي للمنتخب المصري في 13 أو 14 يوم، 5 مباريات صعبة للغاية. كيف يكون التأهيل للمباراة القادمة؟ والتأهيل هيبقى تأهيل نفسي واستشفاء بدني من خلال طبعا أكيد في طاقم موجود في الجهاز الطبي والمدير الفني طبعا ليه دور كبير جدا في توجيهات الجهاز الطبي ان يرجعوا لحالتهم تاني، الحاله البدنيه تانية والحاله الاستشفاء من خلال بعض تعويض التعب اللي موجود، زائد التمرين اللي هيبقى مقنن في الوقت ده، لان مش محتاج الفرقه دلوقتي مش محتاجه تمرين بصوره عاليه او مرحله تمرين زياده عن اللزوم تاثر. لكن انا شايف ان كوبر عنده الخبرات اللي موجوده ان هو يقدر، عنده زي ما الكابتن نبيل قال الجهاز الفني بالكامل او جهاز المنتخب بالكامل مشارك، وفي نفس الوقت يقدر ان هم يرجعوا الفريق للحاله البدنيه بتاعتهم اللي هو يكون جاهزين. خاصه ان احنا انا شايف ان احنا نلاعب ان شاء الله الغالب من غانا والكاميرون، ان احنا قادرين ان احنا مع الفرق غرب افريقيا ان احنا نقدر نتعامل معاهم، خاصة زي ما شفنا كان في حالة بدنية هم تفوقوا علينا. تمام. بالتالي كانت محتاجة إن شاء الله إن احنا نشتغل بالعقل في المرحلة اللي جاية. إن شاء الله بالعقل والعادة النفسي والتأهيل النفسي هو العامل المؤثر كما قال كابتن حسام حسن في الأيام القادمة للمنتخب المصري. أحمد نوير معك نجم المباراة الأسطورة عصام الحضري، تفضل أحمد.
مبروك يا أحمد، مبروك لكل المصريين، مبروك لكل العرب. 90 مليون مصري الآن في شوارع مصر، أرى الصورة الآن، ويمكن معايا الأسطورة. شايف الصورة إزاي في مصر دلوقتي يا أسطورة؟ تحياتي للكابتن أحمد طبعا، وكابتن نبيل، وكابتن حسام حسن، وكابتن وائل جمعة، كلهم منورين الاستوديو وحشنا. مبروك لهم، مبروك لمصر، مبروك للوطن العربي. تسلم، وتسلم ايدك وتسلم رجلك انت يا اخي، يعني الله اكبر عليك. قول لي، ضربات الجزاء الاولى والثانيه والثالثه كانوا وضع والباقي كان وضع تاني. هو مش اتحركت فيهم الاول، اما من صح ولا لا؟ هو ما فيش فرق طبعا. انت عارف، مش هقول بقى الواحد بيسخن يعني، بس انا كان عندي احساس بعد ربنا سبحانه وتعالى ان انا ممكن اجيب الضربه والرابعه والخامسه، والله يعني ممكن الاولى والثانيه والثالثه ما كنتش موفق فيهم. انت حاسس بده حضري قبلها؟ احساس، ما اعرفش، احساس بيجي حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان انا حسيت ان انا الضربه الرابعه، وحسيت ان ممكن الخمسه الاخيره اللي صدها، لان في الاول انا بتكلم حتى مع اللعيبه قلت لهم احنا نشوط الاول ولا في الاول، قالوا لا احنا نشوط. اتذكرت 2006 اتذكرت 2006 وانا واقف في الجون ان احنا اللي نشوط ولا احنا اللي نوقف. بس زي ما قلت لك في الاول الاخير مش حته ضربات جزاء بقى. انا بشكر اللعيبه كلها، بشكر الجهاز الفني، بشكر الباشمهندس هاني واتحاد الكوره. لازم نشكر اللعيبه كلنا، لان اللعيبه تلعب في خلال 48 ساعه، تلعب ماتش مع المغرب والرطوبه عليت بعد بدايه المباراه. بعدين احنا بنلعب هنا في بلد الرطوبه فيها عاليه قوي قوي. لازم اشكر اللعيبه واشكر الجهاز الفني زي ما قلت لك. الروح النهارده اللي موجوده في الملعب والاصرار اللي موجود في الملعب هي دي اللي اعطتنا المباراه. ان انت تلعب في 48 ساعه، اكيد الكابتن حسام عارف، والكابتن وائل والكابتن نبيل اكيد كلهم عارفين ان انت لما تلعب في خلال 48 ساعه وبتلعب ماتشين، ماتش بتلعب المغرب وبعدين بتلعب بوركينا فاسو قبل النهائي، يبقى اللعيبه دي لازم، انا واحد حاضر لازم نرفع لهم القبعه. حتى البدلاء يا حضري، حتى البدلاء انا كنت شايف البدلاء عمالين بيجروا ليدي لحد ميه روح جميله. هو منتخب مصر زي ما قلت لك، هو منتخب مصر روح. سيبك بقى من الكوره دي موجوده بتيجي بتروح، بس هي الميزه الوحيده زي ما قلت. وفي ناس كده بتزعل مني حتى لما بطلع في المؤتمرات وبتكلم في افريقيا ان منتخب مصر هو صاحب الروح، هو اللي بيخلينا احنا ناخد البطولات. في بعض الناس ممكن ما بيزعلوا مني يعني، بس بياخدوها بلدي. وزي ما قلت لك لازم اقول تحيا مصر، تحيا مصر، لان احنا بلدنا دي غاليه، لازم نحافظ عليها. النهارده هنحتفل خلاص وكل حاجه، بكره عندنا يوم جديد، لان عندنا احنا هنحتفل ان شاء الله بقى في النهائي ورقصه الحضري ونجيب لك بطيخه من هنا. لا خلي بالك، احنا عندنا ظروف صعبه قوي، عندنا لعيبه مصابين كتيره، الله يكون في عون مستر كوبر والجهاز. نتمنى ان النني يلحق ان شاء الله، نتمنى عبد الشافي يلحق بجد يعني. الله يكون في عوننا كلنا، لان احنا يعني فرقه النهارده موجوده 19 لعيب من 23 لعيب، يعني حاجه يعني الله يكون في عون الجهاز الفني. نتمنى زي ما قلت لك يكون التوفيق معانا لاخر المباراه النهائيه ونحقق كاس افريقيا ان شاء الله، يبقى المره الثامنه ان شاء الله على التوالي. بس زي ما قلت لك دي محتاجه دعوات مصر كلها لنا. مصر والله كلها كانت بتدعي. انا حاسس ان مصر بتدعي النهارده، عارف ان انا يمكن ربنا مكرمني اكيد بدعوات المصريين برضو. مبروك يا اسطوره، مبروك يا حبيب قلبي، ومبروك للناس كلها، والف مليون مبروك، ربنا يكرمنا ان شاء الله بكاس ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا. زميلي احمد فؤاد، كان هذا لقاء مع الحضري، ومع الان يعني احد نجوم هذه المباراه عمرو ورده. يا عمرو سيب الموبايل يا عمرو. مبروك. الله يبارك فيك، ومبروك لمصر كلها الحمد لله. يعني كابتن حسام حسن موجود في الاستوديو، وكابتن نبيل معلول، كابتن وائل جمعه، وكابتن احمد فؤاد هو الذي يقود الاستوديو. طبعا يعني كل الشكر ليهم طبعا، لعيبه كبار وتاريخ في مصر طبعا. يعني يا ريت اكون ربعهم في يوم من الايام ان شاء الله. شفت الحماسه عندك، يعني نزلت كلك حماسه وقتال في الملعب، حتى انك كنت يعني كان في يعني بعض الكرات كان في اعتراض منك على الحكم، في اعتراض فاول، اعتراض في كضربه جزاء. لا والله يعني طبعا الاول طبعا مبروك لمصر ومبروك للفرقه رجاله، وكلنا عيله واحده، والحمد لله ان احنا فرحنا ناس مصر تاني وعملنا اللي علينا. انا نازل طبعا، يعني انا بلعب باسم بلدي، فلازم اموت نفسي، لازم اعمل كل حاجه عليا، لازم اموت نفسي على الكوره. نازل عشان عايزين نكسب، بحاول اساعد الفرقه، بحاول اساعد الناس، فالحمد لله يعني لما الواحد يتعب ربنا بيديله، والحمد لله احنا كلنا تعبنا، مش انا بس، كلنا تعبنا، والجهاز الفني تعب، وكل الناس تعبت، والحمد لله يعني ربنا كفانا، والحمد لله وصلنا الفاينل الحمد لله. مبروك يا ورده. الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. احمد، مليون مليار مبروك لمصر، وان شاء الله الفرحه الكبيره تجمعنا كلنا يا رب،
واحنا واخدين الكاس وراجعين باذن الله. نصر لمصر، نصر للامه العربيه كلها ان شاء الله. احمد نوير نشكرك شكرا جزيلا على هذه الاطلاله بعد المباراه بهذه الفرحه الكبيره، وتحديدا الحوار الرائع مع عصام الحضري الحارس الذي يستحق منا الكثير والكثير، واللاعب طبعا عمرو ورده اللاعب الذي ينتظره ان شاء الله مستقبل كبير. كابتن نبيل، كابتن وائل، نبدا. كابتن نبيل، يعني كابتن حسام تحدث في نقطه مهمه للغايه، الارهاق البدني، المجهود الرهيب في المباريات السابقه، الاستعداد للمباراه القادمه من خلال الاعداد النفسي فقط. أحمد. هذا نهائي له معطيات اخرى، لعبه نهائي. والله تنسى التعب وتنسى كل شيء، تمام، كل شيء تنساه نهائي. وبعدين انت في نفس الوضع اللي عليه المنافس، بل انت عندك 24 ساعه اقل منه باش ترتاح. يعني بكره الفايز يعني هناك من الكاميرون تمام مثل انت معناها وشفت ما عندهاش قيمه. منتخب بوركينا فاسو عنده 24 ساعه اكثر زياده في الراحه باش يلعب مباراه النصف النهائي هذه، وقعد في البلد اللي هو فيه، والمنتخب المصري هو اللي يتحول. المنتخب المصري فايز لما توصل ادوار متقدمه. عصام قال حاجه مهمه جدا، خليك من التكنيك والتكتيك واللياقه البدنيه، الروح، العزيمه هي اللي تجيب المباريات. تمام. خاطر انت توا حاليا في البالانس لما تحط روحك في الميزان المستوى متقارب بين المنتخبات الاربعه. نفتح قوس هنا طبعا تقدير كبير لمنتخب بوركينا فاسو، منتخب محترم جدا، منتخب على مستوى عالي جدا، عنده مدرب مقتدر. المنتخب المصري فاز على من احسن المنتخبات، تصدر مجموعه فيها المنتخب الكاميروني وفيها المنتخب المضيف الجابون اللي هو الجابون. تمام. يعني مهم جدا. يعني المباراه باش تتلعب على جزئيات باش نشاهدوا نفس نوعيه المباراه اللي شاهدناها اليوم مع منافس. انا نتمنى ان شاء الله يكون الكاميرون مش غانا، لانه غانا منتخب مش نفس المنتخب اللي لعب له في دور المجموعات. المنتخب اللي كان ناقص وكان متاهل للدور الثاني وكان يفكر في مباراه الربع النهائي اكثر من اللي كان يفكر في مباراه مصر. تمام. كابتن نبيل، قبل ان نذهب اليك كابتن وائل، نوير جاهز معه النجم محمد صلاح صاحب هدف رائع اليوم. احمد تفضل. يعني اسطوره ونجم وحريف ولعيب واخلاق، كل حاجه. مبروك. الله يبارك فيك. الاول بسم الله الرحمن الرحيم، عايز امسح على الكباتن الكبار اللي في الاستديو النهارده، الكابتن وائل وطبعا كابتن حسام حسن وكابتن نبيل، والحمد لله قدرنا نكسب النهارده. الجول الاولاني بقى يعني حاجه مرسومه، يعني زي ما بنقول عندنا في مصر. الكابتن حسام حسن لا والله الحمد لله قدرنا نصعد نهائي النهارده، وان شاء الله نفرح الشعب المصري الماتش الجاي باذن الله. هل التمركز بتاعك في الجول الاول هو السر في ان انت تحطها بالشكل الجميل ده؟ اللعيبه كلها تعبت عشان الكره توصل هنا، من اول محمدي تقريبا او عبد الله، وبعد كده كهربا وقف عليها كويس ولعبها لي. لا كل الفرقه عملت مجهود كويس عشان الكره توصل هنا. مش انا اللي جبت، يعني مش انا الواحد اللي جبت الجون. اتمنى ان شاء الله ان احنا نفضل كده قلبنا على قلب بعض ونقدر نأدي اداء كويس ونكسب الماتشات الجايه ان شاء الله. محمد، انا شفت النهارده روح رائعه، يعني سواء كان من اللي موجودين او كانوا من البدلاء، كلكم عايزين تكسبوا. يمكن ده يكون عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كرمنا. اكيد طبعا. احنا يعني معنا لعيبه من الجيل القديم، كنت دايما بيتكلموا معانا ان دي الحاجه الوحيده اللي كانت من اكتر حاجه، يعني مش دي الحاجه الوحيده، دي اكتر حاجه كانت منجحه الجيل القديم، من قربهم من بعض وبيتعاملوا كأسرة واحدة. فاحنا بنحاول نعمل كده واعتقد ان احنا ماشيين بشكل كويس، والفرقه كلها احنا بنلعب باسم مصر، مفيش حد بيلعب باسمه، فعايزين نطلع اقصى حاجه نقدر نعملها ان شاء الله. هل صح النهارده ان كان مروان محسن يعني طبعا بكى، يعني كان نفسه ينزل يبقى معاكم وانتوا احتضنتوه وعاهدتوه على تحقيق الفوز؟ يعني ده كان وصلني المعلومه. طبعا حصل يعني. مروان لعيب كبير جدا ولعيب مهم، وبواسيه طبعا على الاصابه دي، بس هي خير الحمد لله من عند ربنا. اتمنى ان شاء الله ان يرجع لنا بسرعه لان احنا محتاجينه. وبرضه عندنا لعيبه مصابه ثانيه مش عايز اذكر اسامي يعني، بس ان شاء الله يلحقوا الماتش النهائي باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. محمد صلاح مبروك. الله يبارك فيك. شكرا. احمد فؤاد مبروك. مبروك احمد، شكرا جزيلا. كابتن وائل، اللي هكتور كوبر وابنائه والجهاز الفني بالكامل. عجبني جدا النضج اللي فيه صلاح يا محمد، واشادته بزمايله، مع ان صلاح ده اهم لعيب في الفرقه، ولكن بيتكلم على زمايله باحترام وبحب وبتقدير وبجماعيه، ودي سمات الفريق المحترم، وده اللي برضو من بصمات المدرب. الراجل بيعامل اللعيبه كلهم زي بعض، في عداله في وسط اللعيبه، فاعتقد ان ده نجاح. والروح الجميله اللي شايفينها، شوفنا كلامه على مروان، حتى واحنا قاعدين بنتفرج على المباراه كابتن نبيل كان عايز يجيب لقطه مروان وهو واقف على رجله ومنفعل مع اللعيبه. دي الروح اللي وراجل عنده رباط صليبي واقف بيساند الفريق، وفي دعم مهم جدا. فانا يعني عايز رمضان صبحي
طيب اوكي. رمضان صبحي طبعا ومطلب في الاستوديو التحليلي الان. احمد نوير اتفضل. احمد النجم رمضان صبحي، مبروك يا نجم. ربنا يخليك، الله يبارك فيك، والحمد لله، ومبروك للشعب المصري كله. الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل الخطوه ان شاء الله الفتره اللي جايه. ارهقوك شويه الجماعه بتوع بوركينا فاسو النهارده، يعني ضيقوا عليك الخناق؟ لا خالص والله، بس طبعا هارد لك الاول بوركينا فاسو، والف مبروك لمصر. عملوا ماتش كويس جدا، فرقه كويسه جدا، الحمد لله. احنا كنا عارفين نلعب ازاي، في ارهاق جامد قوي على اللعيبه بتاعتنا، لعبنا بعديها بيومين جايين من بلد تانية، كل دي صعوبات بتقابلنا، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نخطى، يعني كنا حاطين هدف قدامنا، والحمد لله قدرنا ان احنا نوصل له ان شاء الله. الخطوه الاكبر بقى ان شاء الله يوم الاحد كده ان شاء الله. ان شاء الله. هل تاثرتم بلعنه اصابات كثيره يعني قبل المباراه، حتى ان احمد حسن كوكا قبل ساعات يعني من المباراه، هل ده اثر فيكم نفسيا ولا اداكوا حافز معنوي اكبر لان انتوا لا احنا هنتحدى يعني؟ لا طبعا اللعيبه، كل اللعيبه اللي اتصابت، عارف احنا عمالين كل ماتش يقع مننا واحد او اتنين، طبعا بتاثر على الفريق، بس الفريق كله جاهز. مستر كوبر محضر الفريق كله، اي حد يلعب، كله احنا عندنا هدف واحد، فالحمد لله احنا كل واحد بينزل يؤدي الدور اللي عليه واللي الجهاز الفني عايزه، والحمد لله كل يعني قدرنا ان احنا نظهر بشكل كويس الحمد لله، ونوصل للمرحله اللي بعد كده ان شاء الله. هنلعب فاينل يوم الاحد ان شاء الله، هدفنا اللي احنا ناخد البطوله ان شاء الله، ونحقق انجاز لينا وللعيبه ديت وللجهاز وللشعب المصري كله، طبعا عايزين نفرحه ان شاء الله. اخيرا رمضان، عشان بس تبقى الصوره كلها واضحه، يعني قيل ان رمضان العلاقه بقى يعني كان فيها توتر شويه مع الجهاز الفني او مع كوبر بشكل خاص، لو سمحت وضح الامور كلها للراي العام. لا طبعا انا طلعت قلت قبل كده، بس اقول تاني مفيش اي مشاكل ما بيني وما بين مستر كوبر. مستر كوبر المدير الفني بتاعي، راجل بحترمه وكل تعليماته بحاول انفذها. بعد ماتش اوغندا حصل سوء تفاهم كده، انا كنت طالع متضايق شويه، بس ما كنتش متضايق على التمرين، ما كنتش متضايق عشان التغيير، انا كنت متضايق بس كان نفسي ابقى مع الفرقه، كنا لو تعادلنا الماتش ده بنسبه كبيره كنا هنبقى بره، كان غيره بس على المنتخب وغيره على فرقتي اللي انا كان نفسي ابقى موجود، لكن انا عمري ما اعترضت على تغيير ولا عمري اعترض، ووجهه نظره وانا بحترمها وهفضل احترمها. بس الناس بس بتركز في حاجات بسيطه كده، ان شاء الله احنا يعني يدعوا لنا بس اهم حاجه ان شاء الله عشان نعمل حاجه يوم الاحد ونفرح الشعب المصري كله ان شاء الله. ان شاء الله كلنا هنفرح، و90 مليون يبقوا في سعاده، وكل الامه العربيه بنصر لمصر ان شاء الله، ممثل العرب ان شاء الله والله، واحنا ده اللي عايزين نعمله والله، بنفكر في الشعب وفي مصر قبل ما نفكر في نفسنا، ان شاء الله الناس تدعي لنا كده ان شاء الله عشان نعمل حاجه كويسه يوم الاحد، عشان كده هناخد الكاس ان شاء الله. الله يا رب. مبروك يا روميو. ربنا يخليك. شكرا. احمد. شكرا احمد نوير. كابتن نبيل لك كلمه وبعدين كابتن وائل قبل ان نذهب الى زميل هشام الخالصي. الشخصيه تتكون مع مرور السنوات، مع مرور المباريات. انا لاعب عمره 19 سنه، انا كنت نحكي تحت الهواء، انا وائل قال لي كابتن اعملها في مباراه الاهلي وزمالك، تعمل بينالتي مثل هذه في دور نصف نهائي، بانينكا شخصيه كبيره عمرك 19 سنه، ثقه بالنفس يعني زاد اكد كلامي انه ميلاد لاعب كبير مش معناها يتطور بصفه غريبه اذا كان يحافظ على نفسه ويكون منضبط، لانه كل الممهدات اللي لازم تكون عند اللاعب موجوده عنده، سريع، مراوغ، جسم ممتاز، لياقه بدنيه عاليه، قوه بدنيه عاليه، كل يقدر يلعب لك في 3 مراكز بتاع، يقدر يلعب راس حرب، يقدر يلعب على اليمين ويقدر يلعب على اليسار، كل ممهدات النجاة موجوده عنده، ان شاء الله ربنا يستر وكهو يا رب. كابتن وائل. يعني رمضان لاعب ممتاز، والمدرب يعمل كده عشان يقومه وعشان يخلق منه لاعب محترف، لاعب يعرف يتعامل بشكل جيد. الموقف اللي عمله ده بيوقع فرق يا احمد، فاعتقد ان هو قال لا ده موقف عادي والناس بتركز في حاجات صغيره، لا المواقف الحاجات الصغيره دي بيتبني عليها حاجات كبيره. نقطه اخيره بس بخصوص المباراه النهائيه، التاريخ بيذكر الابطال، فلازم اللعيبه بتاعتنا تبقى عارفه كده. احنا مصر هذه المره الثامنه للمباراه النهائيه، خسرت مره واحده 62 امام اثيوبيا. انا بقول لك التاريخ فقط بيذكر الابطال، الروح والعزيمه والاصرار اللي شفناهم في البطوله في كوم، والمباراه اللي جايه كوم تاني، وانا واثق ان شاء الله في لعيبتنا باذن الله انها تعمل حاجه كويسه. كابتن حسام. انا قلت قبل المباراه في حد ذاته يعني ان المنتخب وصل للمرحله دي، حتى لو كان لا قدر الله خسر النهارده، المنتخب في تكوينه الجديد مفيش غير عصام الحضري واحمد فتحي الناس القدام اللي لعبوا في البطوله اخر بطوله، متهيألي ادى ما عليه المنتخب، يعني بغض النظر ان هو كسب النهارده، فبالتالي الضغوط اللي هتبقى موجوده هي ضغوط طموح شخصي وطموح للكره المصريه وجماهير الكره المصريه في المباراه النهائيه، فالضغوط ان شاء الله تبقى اقل، لان هم كانوا مطلوب منهم ان هم يوصلوا لابعد مدى، فهم وصلوا وايا كان الاداء ولكن وصلوا بشكل كويس. النهارده بيلعبوا مع فريق متفوق طول الوقت، فبالتالي انا شايف ان اللعيبه عملت اللي عليها، وبقول من هنا
النماذج اللي حضرتك جبتها دلوقتي سواء محمد صلاح وعصام الحضري ورمضان دولت قيمه كبيره في المستقبل الكره المصريه في الفتره الجايه، حتى لو مع حتى عصام في المستقبل، حتى عصام الحضري، لان في المستقبل الجاي في الفتره اللي جايه تصفيات البطوله كاس العالم، تصفيات كاس العالم او الفاينل. ولكن ان شاء الله بعون الله انا شايف ان البطوله ان شاء الله طالما وصلنا ليها ان شاء الله ربنا يوفقنا فيها. بامر الله كابتن حسام، بالفعل هذه المره الثامنه في تاريخ الكره المصريه ان تصل الى المباراه النهائيه. طبعا خسرت مره واحده فقط 57 و59، ليست كانت هناك مباريات نهائيه كانت بنظام الدوري، لكن المنتخب المصري لم يخسر الا مباراه نهائيه واحده عام 62. طبعا سنتواصل مشاهدينا وقنوات بي ان سبورتس تتواصل معكم هذه الليله في الاحتفاليه بالمنتخب المصري، وبالفعل السهره الافريقيه اليوميه مع الزميل العزيز هشام الخلصي بعد هذا الأسلوب التحليلي. هشام، نقول مبروك، أنت كنت معنا في الاستوديو وروحك ودمك مع المنتخب المصري اليوم. مبروك للشعب المصري، مبروك بالفعل للكرة المصرية بهذا الانتصار الكبير والوصول إلى المباراة النهائية. هشام، فعلا مبروك، مبروك لمصر، مبروك للمنتخب المصري، مبروك ليك أحمد، مبروك الوائل، مبروك الحسام حسن، مبروك لكل المصريين بهذا الإنجاز، مبروك لكل العرب في النهاية، لأنه هذا منتخب شرف العرب في هذه المشاركة، وأكد أن الإيمان بالمنتخب وإيمان بالقدرات ممكن المنتخب يصل إلى البعيد. فاليوم في إفريقيا اليوم كالمعتاد هو، لكن اليوم الفرحة أكثر بمعنى منتخب مصري في الدور النهائي. البرنامج سيكون مفتوح بدون قيود، بفرحة بابتسامة، الحديث عن مصر وانتصار مصر وترشح مصر، وإن شاء الله الكل يكون حاضر لهذا الانتصار ولهذا الترشح إلى النهائي مرة أخرى. مبروك أحمد. اشكرك هشام. مبروك احمد النوير، نسيته انا. شكرا هشام، مبروك بالفعل لكل الكره العربيه. هشام شكرا جزيلا. بالفعل المنتخب المصري شرف الكره العربيه مشاهدينا في هذه البطوله. يعني هناك لقطه مهمه للغايه في هذه المباراه، هي اللقطه التي تحدثنا عليها كثيرا طوال الاسبوع التحليلي، هي الروح والعزيمه والاصرار من المنتخب المصري. فريق العمل حضر لنا هذه اللقطه، وهو اللاعب مروان محسن طبعا بعد الاصابه بقطع في الرباط الصليبي، نتمنى له الشفاء ان شاء الله. هذه البطوله التي كانت مليئه بالاصابات، هي الروح والانتصار جاء من هذه الروح اللي فيها كل حب للجميع، الجميع يتكاتف من أجل الانتصار، والمنتخب المصري يصل إلى المباراة النهائية ليلتقي الفائز من مباراة الغد بين الكاميرون وغانا. مبروك من جديد للكرة المصرية، وبالتوفيق إن شاء الله في المباراة النهائية. في ختام هذا الاستوديو مشاهدينا أشكر ضيوف الأعزاء كابتن وائل جمعة، نشكرك شكرا جزيلا، مبروك. شكرا أحمد، وألف مبروك لمصر، إن شاء الله تكمل بالبطولة بإذن الله يا رب. كابتن نبيل معلول سعدنا بك دائما، ومبروك أيضا كابتن نبيل. مبروك مرة أخرى، ألف مبروك، وإن شاء الله في النهائي يا رب. الأسطورة كابتن حسام حسن سعدنا بك اليوم، ويعني وجهك خير دائما على الكرة المصرية. مبروك كابتن حسام. حبيبي يا أحمد، أنا كنت في موقف صعب النهارده لأن كانت الناس اختبار صعب. لا كان خايف جدا أول مباراة إن أنا أجي، فأنا كنت أتمنى الناس تفرح، وطبعا هي الكرة ما فيهاش يعني وشك حلو ولا وحش، لكن انا شايف ان المنتخب قدم عليه، وزي ما قلت مبروك للشعب المصري، مبروك للكره العربيه. مصر مثلت الوطن العربي تمثيل جيد جدا، وهارد لك للمنتخب المغربي والتونسي والجزائري، وان شاء الله في البطولات اللي جايه وفي تصفيات كاس العالم يكونوا متواجدين، وان شاء الله منتخبنا يفرحنا كلنا في المباراه النهائيه ان شاء الله. شكرا كابتن حسام، شكرا كابتن نبيل، شكرا كابتن وائل. اذا مشاهدينا الاعزاء مبروك من جديد للمنتخب المصري. وهذه لقطه ايضا اخرى للنجم محمد صلاح القائد بمعنى الكلمه، وهو يواسي لاعبي منتخب بوركينا فاسو، روح ولا اروع من هذا اللاعب الكبير المتالق طبعا في السوبر روما الايطالي، خبرات كبيره، هدف ولا اروع اليوم، وبمنتهى الروح الرياضيه يواسي لاعبي منتخب بوركينا فاسو. بالفعل روح ولا أروع، انتصار ولا أروع. مبروك من جديد للمنتخب المصري الوصول إلى المباراة النهائية، وبأمر الله يكون التوفيق حليف المنتخب المصري يوم الأحد القادم. مشاهدينا شكرا موصول لكل فريق العمل، دمتم بخير، في أمان الله.